هتعملي خطة مراجعة للتلاتة علشان تعرفي المطلوب لكل واحد. وفي قعدة المذاكرة دورك انك تنسقي وتدير الوقت كويس بينهم هما التلاتة. كمثال، في اليوم الواحد لو هما لسه بيروحوا المدرسة هتبقى فيه جلسة مذاكرة واحدة مدتها مثلا 3 ساعات. قبل ما تبدأي هتكوني مجهزة ايه المطلوب منهم بالظبط، كل واحد مع الجدول بتاعه قدامه في المطلوب منهم ويكتبوه بإيديهم ويتعلق قدامهم، وتدي كل واحد مهمة يعملها. هديكي مثال بخطوات عملية. الخطوة الأولى لو هما لسه بيروحوا المدرسة هتبقى مدة الجلسة 3 ساعات. الخطوة التانية قبل ما تبدأي هتبقي مجهزة المطلوب منهم بالظبط. الخطوة التالتة كل واحد مع الجدول بتاعه قدامه يكتبوه بإيديهم ويتعلق قدامهم. الخطوة الرابعة تدي كل واحد مهمة يعملها. الخطوة الخامسة هتركزي مع كل واحد ساعة واحدة. الصغير هتذاكري له ويحل أسئلة كتير وتشرحي له. الكبار شوية دورك تسمعي لهم وتصححي لهم الأسئلة اللي حلوها. ولو كبير في إعدادي مثلا هتدي